ولما وصلت عند هنتر بدأت تعاتبها لأن الشنطة كانت قدامها وكانت تقدر تمسكها، لكن ساعتها هنتر ما ردتش عليها ولا نطقت ولا كلمة. وبعد كده هما الاتنين بيحطوا الرسالة في الدرون ووجهوها ناحية فندق قريب منهم. ساعتها بنشوف الدرون قرب يوصل للمكان الموجود فيه الفندق، لكن للأسف ومن سوء حظهم الدرون بتكون قريبة جدا من الأرض. وقتها عربية نقل بتخبطها والدرون بتتكسر وتقع على الأرض، والرسالة اللي فيها محدش يشوفها ولا يراها. وقتها هما الاتنين بيتحسروا على آخر أمل ليهم، وعرفوا إن هما خلاص هيموتوا في المكان اللي هم فيه، وبينهاروا هما الاتنين ويسلموا امرهم لله. ساعتها بيكي بتلاحظ ان هنتر مش بتتكلم معاها من فتره طويله، ولا بتقول ولا كلمه واحده، ولا بتعلق عليها في اي حاجه زي ما كانت بتعمل في الاول. بعد شويه بيكي بتطلب منها فرده الكاوتش التانيه علشان تحط فيها الموبايل بتاعها، واخيرا هنتر بتتكلم معاها وترد عليها وتقول لها انا مش هديكي الكوتش بتاعي لاني انا اصلا مش موجوده معاكي. وبكده بنعرف ان هنتر ماتت من زمان لما ايديها فلتت وهي ماسكه الحبل لما نزلت تجيب الميه يا جدعان. من وقتها بيكي عايشه في الوهم ومتخيله ان هنتر صاحبتها معاها. وقتها بيكي بتنهار وبتزعل جدا، وكمان لما شافت جثتها مرميه على طبق الدش والصقور بتنهش في جسمها وتاكل فيها. وقتها بيكي بتفضل تبكي وتعيط من صدمتها على موت صاحبتها، وكمان جسمها يبدا يتصلب ويتجمد. وبعد كده بيروح عندها صقر ويبدا ياكل في الجروح اللي فيها. ساعتها فضلت تتلاقى مع الصقر لحد ما مسكته من راسه. وقتها فضلت تضرب فيه لحد ما مات، وبعد كده بتاكل لحمه ني من شده الجوع وكمان عشان تستعيد قوتها. وبعد شويه بتهدى وتاخد التليفون بتاعها وتنزل على الحبل وتروح عند جثة صاحبتها وتكتب رسالة على التليفون لوالدها، وتاخد الكوتش بتاع هنتر صاحبتها وتحط التليفون جواه. بعد كده بتحط التليفون في هدوم هنتر وترميها هي والتليفون من اعلى مكان في البرج. وبنعرف انها عملت كده عشان التليفون ما يتكسرش وتضمن ان الرسالة توصل لوالدها اول ما التليفون يقرب للارض والشبكة توصل له، وده بيكون اخر امل عندها في النجاة. ولو فشل يبقى هتموت في مكانها من غير ما حد يعرف اي اخبار عنها. لكن لحسن حظها التليفون بيلقط شبكة المرة دي والرسالة توصل لباباها واصحابها. وبنشوف والدها وهو رايح للمكان اللي في البرج. وقتها الشرطه بتكون موجوده في المكان. ساعتها والدها بيشوف جثه موجوده في كيس. وقتها بيخاف ويترعب لا تكون بيكي بنته، وبنعرف ان الشرطه انقذت بيكي. بعد كده بيكي بتشوف والدها وتجري عليه وتحضنه وتفضل تبكي وتعيط وكمان تتاسف له على اللي حصل منها وعلى قله ادبها في التعامل معاه. وقتها والدها بيسامحها وبتقول له انك انت احسن بابا في الدنيا. وبكده يخلص الفيلم. وعجبك الفيلم دوس لايك واشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وإلى لقاء جديد.